اهلا بيكم متابعينا مرة تانية. اتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل فيديوهاتنا الجديدة اول ما تنزل. ودلوقتي يلا بينا نبدأ الفيلم. بيبدأ الفيلم بظهور داميان ابن تاليا وحفيد راس الغول وابن باتمان اللي ما يعرفش عنه حاجة، وبيكون دايما واقف مع جده راس الغول في المقر بتاعه وبيتابع اعضاء المنظمه الاجراميه، وفجاه بيتضرب سهم على المساعد بتاعه وبيموت. وهنا بيكتشف انه فيه هجوم على المقر، فبيقول راس الغول لتاليا تبعد ابنها بسرعه عن المكان، وبيواجه راس الغول الفرقه اللي بتهاجمه وبيقدر يخلص عليهم، لكن مش بيطلعوا لوحدهم وبتظهر هليكوبتر بتفتح عليهم النار، وكمان بينزل منها عدد تاني يكمل قتل في منظمة راس الغول. هنا بتطلع تاليا تقتل الطيارة علشان تخلص منه، وبتجري على برج التحكم اللي فيه مدفع الأسهم وهي بتقتل كل اللي بيقابلها، لكن بتوصل طيارات تانية وبيظهر انه هجوم كبير جدا، فبيقدر روبن ياخد سلاح وبيطلع علشان يساعدها. في نفس الوقت بيكون راس الغول داخل المقر بتاعه علشان يوصل لنبع الخلود، لكن بيظهر قدامه فرقة تانية وبيحاربوه، وبيقدر راس الغول انه يقتلهم كلهم. هنا بيلاقي فرقة تانية وبيطلع معاهم سليد اللي بيكون كان مساعد راس الغول وطرده، علشان كده عمل عصابة لوحده وجاي ينتقم منه، وبيقاتلوا الاتنين بعض بكل قوة. لكن فجأة بيتفاجئ راس الغول انهم بينسحبوا وبيسيبوه، حتى سليد بيجري ويسيبه، وبيطلع انهم كانوا بيستدرجوه علشان يرموا عليه قنبلة، وفعلا بتنفجر فيه وبيتحرق راس الغول وبيقع على الارض. هنا بيروح سليد عليه وبيقول ان المرة دي نبع الخلود مش هيساعده يرجع تاني عشان يقتله، لكن في اللحظة دي بيطلع داميان وبيضرب سليد وبيدافع عن جده، وبيبدأ القتال ما بينهم، وبيظهر قد ايه ان داميان قوي ومميز لدرجة انه كان هيقدر يقتل سليد ويخلص عليه، لكن بيترمي عليه قنابل دخان من الهليكوبتر علشان يهربوا سليد. وبيشوف داميان اوبو في الطيارة، وبيروح داميان بسرعة علشان يلحق جده، لكن بيلاقيه مات قبل ما يوصل لنبع الخلود. ولما بيحاول ينزله فيه تاليا بتقول انه خلاص مات، وبتطلب منه يمشي بسرعة لان مفيش وقت للزعل. وفي مكان تاني في مدينة غسام بيكون الوحش كروك بيحاول يسرق الأدوية، وبيوصل باتمان علشان يمنعه، وبيحاربوا بعض بشراسة، وبيضرب كروك باتمان بكل قوة. هنا بيستدرجوا باتمان لمكان مش بيقدر يدخله علشان ينزل فيه ضرب، لكن كروك بيطلع وبيجهز علشان يقتل باتمان. في اللحظة دي بيتكهرب كروك، وبتطلع تاليا هي اللي أنقذت باتمان منه، وبيروح باتمان مع تاليا على بيتها، وبتقول ان باباها راس الغول مات، وبتفاجئوا بداميان اللي ما كانش يعرف انه موجود اصلا، وبتقول انه لازم يخليه عنده لانها هتروح تنتقم من الخونة اللي قتلوا باباها ودمروا منظمتهم. وفعلا بياخدوا باتمان داميان على عربيته علشان ياخده على البيت، وبيلاحظ قد ايه داميان شبهه جدا وبيتصرف زيه في كل حاجة. في نفس الوقت بيكون العالم كيريك بيكمل شغل في الاختراع اللي بيعمله، وبتدخل بنته تطلب منه يروح يتعشى معاهم، فبيقول لها انه هيروح وراها، وبعد شويه بيطلع وراها، لكن بيظهر واحد من العصابه بيخطفه. في الوقت ده بيوصل باتمان مع داميان البيت، وبيقابل ألفريد اللي بيعرفه على المكان، وبيلاحظ داميان بدلة روبن اللي كان بيلبسها ديك قبل ما يبقى نايت، وبيروح على اوضته وبيسيبه وبيمشي، وبيقعد باتمان يتفرج على فيديو راس الغول وهو بينزل لنبع الخلود. في نفس الوقت بيكون العالم كيريك قاعد مع اوبو وسليد اللي بيهددوه بقتل مراته وبنته اذا ما كملش التجارب اللي كان بيعملها لحساب راس الغول. وتاني يوم بيجهز باتمان علشان يروح شركته، لكن بيتفاجئ ان داميان صاحي من بدري وبيتدرب بالسيف بتاعه، وبيقول له ألفريد انه عنده امكانيات كبيره جدا، وبيمشي باتمان على شركته، لكن بيتفاجئ ان اول ما بيوصل ان داميان موجود في مكتبه من قبله، وبيقول انه جاي يتابع الشغل بنفسه لان كل ده هيكون ملكه بعد كده. هنا بيقول له باتمان انه لازم يرجع البيت حالا، لكن داميان بيقول له انه لازم يلاقي سليد علشان ينتقم منه لموت جده، وبيقول ان اوبو مساعد سليد ليه مكان في مدينه غسام وهو عارفه كويس، وعن طريقه هيقدروا يوصلوا لسليد. لكن باتمان بيرفض وبيقول انه مش بيقتل حد، وبيفهموا ان جده كان مجرم وقاتل، لكن داميان بينفعل وبيقولوا ان جده كان بطل، وبينزل باتمان يركب داميان العربيه علشان يرجع البيت، وبيحذره انه ما يخرجش تاني لوحده. في الوقت ده بتكون تاليا قدرت توصل لمكان سليد، وبتدخل تواجه اعضاء العصابه وبتضربهم كلهم، لكن بيطلع سليد وبيفاجئها وبيضربها. فبيروح باتمان مع الضابط جيم على مستشفى غسام، وبيقابل كروك اللي بيكون متكتف بالسلاسل وحالته وحشه جدا، فبيقول له باتمان انه عايز يساعده، وانه عارف ان العالم كريك هو اللي كان بيديله الادويه، وبيساله عن مكانه لانه محتاجه هو هيروح يجيب له الدواء بتاعه منه. وفعلا بيعرف منه مكان المعمل اللي كريك فيه ويروح له، لكن بيلاقي اقفاص حديد فيها حيوانات اللي كان بيعمل عليها كريك التجارب، ومش بيلاقي كريك هناك، فبيهاجموا واحد من الحيوانات دي، لكن باتمان بيكهربه وبيفجر المكان قبل ما يمشي. في الوقت ده بيكون اوبو سهران في بيته مع اصحابه، لكن بيحس ان في حد غريب في المكان وبيبدأ يدور عليه. هنا بينزل داميان من السقف وبيواجهه وبيطلب منه مكان سليد، لكن اوبو بيقاتلوا بيضربوا بعض، وبيقدر داميان انه يضرب اوبو بقوه وبيقف قدامه،
فبينزل من البيت وبيحاول يهرب منه، لكن دميان بينزل وراه وبيقدر انه يوقفه، ولسه هينزل عليه بسيفه بيظهر نايت وبيمنعه. هنا بيهجم عليه دميان بكل عصبيه. في نفس الوقت بيكون باتمان راجع البيت وبيجيله اتصال من نايت وبيقوله ان مسك واحد بيقول انه ابنه، وبيكون نايت قدر انه يمسك دميان وبيكتفوا بعد صراع شرس بينهم. وبيرجع البيت وبيعالجوا ألفريد من الجروح اللي اتصاب بيها، وبيقف دميان قدام بدلة روبن وبيسأل ديك عليه، فبيقول انه ما يفكرش انه يلبسها ولا حتى يجي جنبها. في الوقت ده بيكون باتمان بيكلم جيم في المستشفى علشان يشوف حالة اوبو، لكن بيلاقي حالته وحشة جدا بعد ما دميان ضربه. هنا بيقوله دميان ان اللي زيه ما يستحقش الحياة، لكن باتمان بيتضايق وبيقوله ان لازم يغير الطريقة اللي اتربى عليها. وبنشوف جيم بيطلب باتمان علشان يقابله، وفعلا بيروح له، لكن المرة دي بياخد معاه ابنه وهو لابس بدلة روبن. وبيقول له جيم انهم فتشوا بيت اوبو ولقوا مناديل عليها رقم تليفونه ومكان الملاهي المهجورة، فبياخد باتمان ابنه وبيروح على هناك، وبيلاحظ ان المكان فيه كاميرات مراقبة، فبيتأكد ان المكان ده تبع العصابة اللي بيدوروا عليها. وبيدخلوا المكان في السر وبيلاقوا كريك بيعمل التجارب بتاعته. هنا بينزل رجالة العصابة وبيواجهوهم، فبيرمي باتمان قنبلة دخان وبياخد دميان وبيهرب. واول ما بيطلعوا بيتفاجئوا ان في كائنات متحولة بتهاجمهم، فبيضطر باتمان انه يواجههم وبيقضي عليهم. في اللحظة دي بيحاول كريك انه يهرب، لكن دميان بيقف قدامه وبيمنعه، وبيخطفوا على بيت باتمان وبيحققوا معاه كمان. وبيعرف منهم باتمان ان راس الغول طلب منه يعمل الكائنات المحولة علشان يحارب بيها وتبقى الجيش بتاعه، وانه كان مضطر انه يوافق لانه هدده بقتل بنته ومراته. لكن بعد ما مات رجاله سليت خطفهم علشان يجبرهم يكملوا التجارب. هنا بيقول له باتمان انه هينقذ اسرته من ايديهم، فبيقول لكريك انه كل اللي يعرفه انهم في مكان بين جبلين، وبيطلع دميان عارف المكان كويس. في نفس الوقت بيكون سليت بيحاول يعرف من تاليا مين هو باتمان، وبيقول لها انه عارف ان دميان يبقى ابنه، لكن تاليا بترفض تقول له اي حاجه. وبنشوف باتمان مع دميان رايحين على هناك، وبيسمع باتمان صوت من ورا الجدار، فبيكسره وبيلاقي بنت كيريك ومراته، واللي بيقولوا له ان في واحده كمان مخطوفه. وبيعرف باتمان انها تاليا، لكن مش بيرضى يقول لدميان لانه متهور. هنا بنشوف بنت كريك بتدي موبايل لدميان وبتقوله ان سليد هو اللي طلب منها تديهوله، وبيعرف منه ان مامته مخطوفه. فبيروح باتمان مع دميان على لندن علشان يجهز نفسه ينقذ تاليا في السر. هو بيكلم ديك وبيساله عن كيريك، فبيقول انه شغال كويس جدا في الدواء اللي بيعمله لكراك بعد ما اطمن على اسرته. هنا بيتفاجئ باتمان ان دميان مش موجود، وبيعرف من ديك مكان منصة البترول بتاعة سليد واللي ساجن فيها تاليا. في الوقت ده بيكون دميان وصل المنصة علشان ينقذ مامته، وبيتسحب وبيدخل علشان الحراس ما تشوفهوش، لكن طبعا بيكتشفوا وجوده بيطاردوه. وبيقدر انه ينزل تحت المنصة وبيوصل لنبع الخلود، وبيلاقي تاليا مربوطة، وبيقول سليد انه قدامه فرصة ينقذها، وبيطلب منه يسيب السلاح بتاعه. فبيرمي دميان السلاح وبيقف قدامه. هنا بيقول سليد انه كان جايبه هنا علشان يقتله. في اللحظة دي بتحاول تاليا انها تنقذ ابنها، لكن سليد بيضربها بالرصاص وبيطارد دميان. وبيكون باتمان وصل وبيسمع ضرب نار، وبينزل علشان ينقذ ابنه، فبتطلع الخفافيش من مكانها وبتهاجمهم، لكن باتمان ودميان بيستخبوا منهم. وبعد ما الخفاش بتطلع من الكهف وبتطلع في انبوبة اختبار على بره، بيفوق سليد وبيهرب وبيجري ورا دميان، وبتطلع الخفافيش على بره وبتنفجر انابيب الاختبار اللي كان فيها التجارب. هنا بيرجع الخفافيش لشكلهم الإنساني مرة تانية، وبينزل باتمان تاليا نبع الخلود علشان ترجع للحياة تاني. في نفس الوقت بيروح دميان يقتل سليد، وبيكون دميان بيقتل سليد بكل قوة، وبتفوق تاليا وبترجع تاني للحياة. وبنرجع لدميان اللي بيضرب سليد وبيقدر انه يخلص عليه، لكن بيرفض انه يقتله وبيقوله انه بقى زي باباه ومش هيقتل حد تاني. وبيوصل ديك وبياخد باتمان ودميان بسرعة قبل ما المنصة تتدمر بسليد. وفي النهاية بتشكر تاليا باتمان على مساعدته ليهم، وبتسيب تاليا دميان مع باتمان وبتودعهم وبتمشي. وبكده يكون فيلمنا خلص. أشوفكم في فيلم جديد.